السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات أم حمزة للطبخ. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفة اليوم هي مملحة بواحد العجينة بزاف خفيفة مع واحد الحشو اقتصادي وزاكي ويجي بزاف بنين. هاد المملحة سهلة توجدوها ليه صدقوني تجيكم بزاف بنينة. كملوا الفيديو للأخير خواتاتي، من فضلكم ديروا لي جيم في لا فيديو، ربي يفرحكم. اشتركوا في قناتي باه القناة تطلع للمشاهدين، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. نروحوا نتعرفوا على طريقة التحضير. أول حاجة راح نبدأ بالعجينة. هي الأولى عندي كاس حليب يكون دافي، حجم الكاس 220 مليلتر، مع مغرفة كبيرة خميرة الخبز ومغرفة كبيرة نتاع السكر، ونخلط هاد المكونات مع بعض مليح، ومن بعد نغطيها ونخليها حتى تتفاعل. نخليها واحد 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم تاعها. وهنا بعد ما تفاعلت معايا الخميرة وفاتت عليها 10 دقائق نخلطها ونهبط لها هداك الخمور. رايحة نزيد 3 مغارف كبار نتاع الزيت مع بياض بيضة، والصفار نخليه ندهن به الوجه المملحة، ونخلط مليح. ومن بعد نبدأ نزيد في الفارينة. ندير كاس الأول نتاع الفارينة، حجم الكاس 220 مليلتر، ونزيد الكاس الثاني، الكاس يكون ممسوح فارينة، ونزيد مغرفة صغيرة نتاع الملح. رايحة نجيب الكاس الثالث ونخليه على جهة، مع الأولى درت 2 كيسان فارينة والكاس الثالث نخليه على جهة، ونبدأ نلم في العجينة. رايحة نبدأ ندير في الكاس الثالث شيلة، نبدأ ندير فيه غير بشوية ونلم العجينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية شيلة ما تلصقش في اليدين شادة روحها. رايحة نعطيكم غير بالكاس نتاع الفارينة شيلة، دايما نقولكم ديروا بشوية لا خاطرش كاين فارينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. نتوما مع الاولى ديروا 2 كيسان وفارينة، والكاس الثالث تبقاو ديروا فيه غير بشوية. انا دات لي 3 كيسان فارينة ممسوحين. وهنا شوفوا العجينة اللي تحصلت عليها، عجينة طرية شيلة ما تلصقش في اليدين. نديرها على طاولة العمل ونزيد لها هنا مغرفة صغيرة نتاع دهان، ونسيي ندخلها في هاد العجينة. وكي تولوا تدلكوا فيها راح تولي لكم هاد العجينة شغل مطلوقة، ما تخافوش عادي، ما ديرولهاش غير الفارينة، بقاو غير هكا تدلكوا فيها حتى تشد روحها. تدلكوها واحد دقيقة ونص ولا 2 دقائق هكاك حتى تشد روحها العجينة وتولي عجينة رطبة. وهنا شوفوا العجينة اللي تحصلت عليها بلا ما ندير لها لا فارينة لا والو. وهنا كنت دهنت الاناء نتاعي بشويه نتاع الزيت، نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها، لازم تخلوها تخمر مليح. نروحو نحضروا الحشو. عندي هنا مقله ندير عليها شويه نتاع الزيت، حوالي 3 مغارف كبار نتاع الزيت. ندير عليهم حبة نتاع بصل تكون متوسطة اللي كنت قطعتها على شكل مربعات، ونخلط ونخلي البصل يتقلى مليح، نخليه حتى يدبال. وهنا كي تقلى معايا البصل مليح رايحه ندير عليه 2 حبات نتاع زروديه اللي كنت رحيتها في الرقيق، ونخلط ونخلي هذيك الزروديه تقلى مليح مع البصل. هنا علاه درنا الزروديه باه الحشو يجينا زاكي، ومام الزروديه تجي بزاف بنينه، خير من ديروا البصل والدجاج وحده ما يقيش بزاف. وهنا لكم الاختيار، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش، تقدروا ديروا اي حشو ديروه. وندير عليهم شويه نتاع الملح ونخلط، ونخلي هذيك الزروديه مع البصل يتقلاو مليح. وهنا كي تقلات معايا هذيك الزروديه مليح رايحه ندير عليهم ربع صدر نتاع الدجاج اللي كنت رحيته، ونبدا نحل فيه هذاك الدجاج نحلوه مليح، ونزيد عليهم شويه نتاع فلفل اسود ونخلط، ونزيد عليهم حبيبات نتاع الزيتون اخضر اللي كنت قطعته على شكل دوائر صغيرين. وهنا الزيتون تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش اختياري.
ونخلي هداك الزيتون يتقلى مع الدجاج والزرودية مليح، نغطي ونخليهم حتى يتقلاو مليح. وهنا كي تقلى معايا هداك الدجاج والزرودية والزيتون مليح، في الأخير ندير عليهم شوية قزبر أخضر اللي كنت قطعته، ونخلط ونخلي الحشو واحد الدقيقة هكاك ونطفي عليه، ونخلي الحشو يبرد مليح. وهنا كي خمرت العجينة وتضاعف الحجم نتاعها، رايحة نهبط لها هداك الخمور ونديرها على شكل حربوش ونقطعها. شوفوا إلا بغيتوا المملحات خبيزات كبار قطعوها على 6، وإلا بغيتوهم صغار ديروهم على 10. أنا قسمتها على 9. وهنا إلا بغيتوا توزنوهم بالميزان وزنوهم باش يجوكم كامل كيف كيف. أنا درت عيني ميزاني، ونشد العجينة ونديرها على شكل كورية ونديرهم في طبسي، نكمل نشكلهم كامل كوريات. هنا كي كملتهم درتهم كوريات، من بعد نعاود نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد الخمس دقائق برك ونبدا نخدم. وهنا بعد ما فاتت 5 دقائق غير نخلو العجينة تريح، ما تخلوهاش تخمر. جبت الكورية اللي بديت بها هي الأولى، ورشيت طاولة العمل بشوية فارينة، وندير العجينة نتاعي ونسيي نرفد العجينة باه العجينة ندير لها الفارينة من الفوق ومن تحت. ومن بعد نجيب حلال ونحل العجينة رقيقة، رقوها مليح لخاطرش من بعد رايحة نروليها. وحاولوا كل ما تحلوها رفدوها باش تضمنوا باللي ما لصقتش معاكم. حلوا العجينة هكا على شكل مستطيل ولا مربع كيما طلع لكم، المهم ديروها رقيقة. وهنا كي حليتها درتها على شكل مستطيل كيما راهي تبالكم في الصورة. عندي هنا الحشو اللي كنت خدمتها معاكم، وعندي فرماج وفرماج رابي. ومن بعد نجيب فرماج طري ونديره على العجينة، نمشيه كامل على العجينة كيما شفتوا، وندير فوقه الحشو. وهنا الحشو لازم يكون بارد، انا خدمته هو الاول باش يبرد لي، ومن بعد خدمت العجينة. لو كان الحشو يكون سخون العجينة رايحة تتقطع لكم كامل. ندير كمية مليحة من الحشو هكا باش هاد المملحة تجي معمرة من الداخل ما تجيش خاوية. ونزيد شوية فرماج رابي، الا كان عندكم ديروه، ما كانش عندكم ما تديروهش مشي لازم. ومن بعد جبت هاد الجرارة ونقطع شي، لكن تبداو تقطعوا ما توصلوش حتى للطرف، راهي تبان في الصورة كيفاش راني نقطع. ونبدا نرولي، شوفوا كي راني نرولي راهي تبان العجينة باللي راهي رقيقة. نروليها كيما شفتوا، وهنا رايحة نقطع هادوك الأطراف. وكي تقطعوهم بلعوا العجينة مليح، زيروا عليها باش المملحة كي تكون طيب الحشو ما يخرجش من العجينة. شوفوا كيفاش راني نزير مليح، رايحة نتحصل على هذا الشكل ونديرها في سنيوة. حنزيد معاكم واحدة أخرى بنفس الطريقة، نحلها رقيقة، نحلها على شكل مستطيل ونحل العجينة رقيقة. وهنا كي حليتها ندير الفرماج على كامل العجينة، ونزيد ندير الحشو، وندير الفرماج رابي. وهنا إلا ما كانت عندكم هاد الجرارة استعملوا غير خدمي قطعوا به، شي لا ما توصلوش حتى الفوق، شغل قطعوا في الوسط وزيروا على الأطراف مليح. وهنا هذا هو الشكل نتاعها. وهنا بعد ما كملت سنيوة الأولى جبت صافار بيضة، درت عليها شوية حليب حوالي 2 مغارف كبار، ونخلطهم مليح. ونبدأ ندهن الوجه نتاع المملحة، دهنوها مليح. وعندي هنا جلجلان زينت بيه، وهنا التزيين زينوا واش يكون عندكم.
تقدروا ديروا شوية ساندويتش ولا تقدروا تخلوهم غير هكا بلا ما ديروا لهم والو وتجيكم شابة. ومور ما زينتها زدت خليتها واحد ال10 دقايق باش دخلتها طيب، وكنت مشعلة الفرن من قبل على درجة حرارة 200 درجة. طيبتهم من تحت وكي طابوا من تحت طفيت عليهم وعاودت شعلت من الفوق غير داولي ديك التحميرة طفيت عليهم. وهنا بعد ما طابت المملحة وهنا حطيتها لكم في طبق التقديم كيما راكم تشوفوا. جا الشكل نتاعها يشهي وجات بزاف بنينة، جات خفيفة ريشة صدقوني جات ولا اروع. رايحة نقسمها قدامكم كيفاش جات وراهي تبان باللي راهي خفيفة، وهذاك الحشو كيفاش جا زاكي من الداخل. جات تشهي شهيتكم في الجنة خواتاتي العزاز، جات ولا اروع. هاد الوصفة بزاف بنينة، وصفة سهلة واقتصادية. نتمنى كامل تجربوها ماكمش راح تندموا، على بالي راح تعجبكم. واذا جربتوها ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات. ان شاء الله الوصفه نتاع اليوم نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنساونيش خواتاتي بجان في لا فيديو والاشتراك في القناه. ربي يفرحكم باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.